بكم والتاريخ في يوم من الايام راح يتذكروا انهم جو الملعب وانهم شافوا النجوم هذه. فبالعكس حتشوف النصر غير السنه بعد المباراه هذه بالذات، بتشوف غير. طيب خالد الغامدي حسم موضوعه اليوم، بتشوفه شوف العالم كيف حسم موضوعه؟ خلاص كانوا يقولون هلال. لا اللي يلبس فريلة النصر وهو صغير ما يفسخ ابد. طيب بس كانوا يقولون انه حيروح يقولون واحنا نقول هذا هو في الملعب هنا. اي بس انتم يعني في مباريات ابعدتوه تماما عن لانه كان تحت ضغط، واحنا نبغى نطلعه من الضغط. طيب بالنسبه لمحمد نور، محمد نور ان جلس معنا فوق على راسنا ونروح للاتحاد فوق على راسنا. لا ما نبي ذا الحكي، نبي بيجلس ولا مو بجالس؟ ان شاء الله بيجلس. طيب الامير فيصل بن تركي حيرشح نفسه ل4 سنوات قادمه، انت نائب الرئيس ولا حتمشي؟ لا الكل حاط الحديث. حتمشي ولا الكل حاط الحديث. شكرا لك شكرا. كان هذا هو صوت وصوره نائب رئيس نادي النصر العميد فهد المشيقح. انتقل مباشره إلى وين؟ إلى الاستوديو التحليلي مع الجميل فهد مساعد. فهد تفضل. لك ماجد وضيفك والكاميرامان الكابتن عبد الرحيم جيزاوي اللي اليوم تم الاتفاق معه في تصوير بعض أجزاء هذه المباراة، لكن أعتقد أنه عقد آخر، عقد بينه وبين الشركة العالمية اللي اليوم الشركة العالمية تنقل لكم هذا الكرنفال وهذا الاحتفال ب 35 كاميرا خصصت لهذه المواجهة ولهذا التتويج المنتظر بعد نهاية المباراة من قبل الشركة الراعية شركة عبد اللطيف جميل. وعبد الرحيم جيزاوي أعتقد أنه مطول لا زال في التصوير ولياقته عالية ما شاء الله، لكن الكابتن يوسف ما أعتقد أنه يقدر يعطي جنب بعد أو يضرب الكرة بالرأس بعد حمل الكاميرا. بالعكس يتساعد إذا القوات ترتقي بمستوى القفز لازم تجعل أثقال على جسم اللاعب وتجعله يجري وتجعله يقفز حتى يستطيع بعد ذلك عندما ينزل الكاميرا يحس بالخف والرشاقة وعنده قدرة على الارتقاء. طيب مثل هؤلاء النوعية من اللاعبين كابتن ماجد، هل تعطي مثلا إضافة تعطي جو